الفيديو ده مخصوص للسادة ملاك الدستر. بما ان يا جماعة الدستر الفتيس اللي راكب فيها السي في تي هو الفتيس بتاع الميجان من صنع شركة جاتكو اليابانية نيسان الجيل الثالث اللي هو السي في تي 7. ثم الموديل الحديث راكب فيه السي في تي 8 اللي هو الجيل الرابع. ما هو طبعا نيسان بتنزل فيرجنز من الفتيس السي في تي بتاعها. يعني اللي كان راكب في الفلونس كان الجيل الثاني اللي هو رقمه جي اف قلت لكم 011 اي. اللي راكب في الميجان اللي هو الجي اف 015 اي. وده برضو اللي راكب في الداستر القديمة. بعد كده اللي راكب في الداستر من أول 2024 اللي هو الجي اف 016 اي. هي بتحدث الفيرجنز الحديثة فيها تقليل في الاحتكاك وتباعد في المسافات، فبيقلل الاحتكاك الداخلي بتاع الفتيس. الجماعة أولا ما تعملوش العربية على إنها يعني عربية تستخدم في غير الغرض المخصص ليها. يعني بلاش نستخدم العربية إن هي عربية جبال مثلا، بلاش نستخدم العربية أطلع بيها في مدقات، بلاش نستخدم العربية إن هي عربية نقل. دي أول ملحوظة على بالنسبة للعربية الداستر، يعني بالنسبة للناس بتاع الداستر أنا لاحظت في ناس بتستخدم العربية استخدام غريب شوية. تاني ملحوظة، انتوا شفتوا فيديوهات تغيير زيت الفتيس اللي انا عملتها ووريتكم في الميجان لما غيرت الزيت عن 60,000. التوكيل كان غلطان، انا جبت جهاز من امريكا بيقيس كفاءة زيت الفتيس طلعت 20%، غيرت الزيت طلع كله رايش وكله تآكل. شلنا الفلتر اللي التوكيل اصلا ما بيغيروش، التوكيل ولا بيغير زيت ولا بيغير فلتر، لان الفلتر كله مسدود وكله شوائب والزيت كله متأكسد. فاثبتت التجربة العلمية ان مفيش حاجة اسمها زيت مدى الحياة، واحنا عارفين كده من الاول. وهكرر نفس كلامي تاني، يا تغير بدري يا ما تغيرش خالص. هتغير متأخر يبقى انت دخلت في ريسك، لكن لو هتغير كل 40,000 كل 50,000 يبقى انت كده ايه، عمر ما التغيير هيبوظ الفتيس، لكن عدم التغيير هو اللي فيه احتمالية كبيرة ان هو يبوظ الفتيس. فنصيحتي، ولان انا كنت يعني اتكلمت مع 2 يوتيوبرز كبار برضو عندهم متابعين كتير، يعني 200 و 300 الف وكده، اسامي كبيره انتوا عارفينها ومتابعينها، وهم شايفين ان ملاك الدستر شايفين نفس وجهه نظري. ملاك الدستر عشان يحافظوا على الفتيس بتاعهم لازم يغيروا الزيت عند كل 40,000 وما يسمعوش كلام التوكيل اللي الحمد لله يعني ودى فتايس رينو في داهيه. وهي اصلا مش فتايس رينو، هي فتايس شركه نيسان، وشركه نيسان نفسها بتقول ان بتغير له زيت، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، والناس كلها في امريكا في عربياتها نيسان بتغير زيت فتيس، لان الفتيس ده هو اللي راكب في الماكسيما والالتيما والفيرسا والميتسوبيشي ميراج وفي كذا عربيه وفي السوزوكي وهكذا. تحياتي لحضراتكم.